26-27. القرمة متسلح بعاملي الأرض والجمهور، والموصل الذي يلعب بتمركز دفاعي وخط وسط مميز أنهى من خلال الشوط الأول دون أن تهتز شباك مهدي هاشم الذي أنقذ الموصل من كرة هدف كانت حقيقية بأقدام بول باسين، واحدة من أخطر الكرات في شوط المباراة الأول لتصل عند صاحب التمريرة السحرية في لقطة بول باسين إبراهيم سعد إلى هنالك، يصل من خلالها سجاد حضر كرة عند سامويل أمادي يتحصل على رمية جانبية. القرمة وحسام كاظم، بينما سامويل أمادي مع سجاد. القرمة يحاول من هناك في الجهة اليمنى، هل وفاق ينتظر القادمون إبراهيم سعادة والكرات العرضية هذه حضرت لكن تبحث عن من يأتي بالتسديد، لم تجد هنالك لاعب داخل المنطقة بانتظار كرة إبراهيم سعادة، لذلك عادت مع أبو حشيش إلى فهد طالب. فهد يحضر كرة إلى هنالك أيوب مودن مع كرار عامر، نقلت بين أقدام لاعبي القرمة عموري فيصل يتحرك في الشوط الأول وسط الملعب مع إبراهيم سعادة وخلقوا الفرص لكنها لم تترجم من بول باسين. أيوب مع لوفاق، تبقى المثل نادي أربيل، هلو يراوغ ينطلق يبحث عن مساحة لكنها تقطع وتعود من سيمون أمين إلى علي شاخوان إلى جيلان لقمان، جيلان من هنالك لكنها تبعد من مودن من المحترف المغربي، أبعد الكرة إلى خارج أرض الملعب. أيوب مودن سبق المثل الشرطة، بينما جيلان لقمان وعلي شاخوان الثنائي الذي يملك المهارة والشطارة، واحد قريب من الثاني في الكثير من الكرات، لكن دفاعات القرمة أبعدت الكرة الماضية. تعود إلى حسام كاظم، حصل على رمية جانبية حسام قائد الموصل للبحث عن أول أهداف. سيمون مع حسام، تبعد من مودن إلى رمية جانبية من هناك في الجهة المقابلة. الموصل يتقدم شيئا فشيء، يصل إلى مناطق الخطر. حسام كاظم رمية جانبية، هل يلعبها على طريقة الضربة الركنية بالشكل الطويل، أرسلها داخل المنطقة تبحث عن سعادة، بعد ذلك تعود من جيبولا سيدريك انجا مع سامر، تبعد من كرار، انطلاقة لبول باسين، هل يعوض ما أهدره في شوط المباراة الأول؟ انطلاقة حاضرة بول باسين القرمة والتقدم. عموري فيصل 1 على 1، فضل التمرير، حضر كرة مع سامويل لكنها تبعد من جوستن ميدراندا، يتدخل في الوقت المناسب ويبعد الخطر لتعود وسط الملعب من أكرم، حضر كرة مع محمد قاسم العاد للوسط من أجل استقبال الكرات. سلامات لمحمد قاسم من صيف، ساقط على أرض الملعب يشكو من إصابة. إبراهيم سعد لأموري فيصل، من أمام سيدريك انجاب، عادت للموصل من هناك الانطلاقة لكن سيدريك يطالب بخطأ. جيبولا سلب كرته، عادت إلى علي شاخوان مع جيلان لقمان، من هناك طالت على جيلان وبالتالي تحولت إلى رمية جانبية. سلامات لمحمد قاسم، يبدو لي لا زال ساقط على أرض الملعب. محمد قاسم من صيف وسالم عامر يرى بأن الأمور كانت طبيعية، إذن تدخل كان على أموري فيصل من سيدريك انجا. وهذه كرة كرار عامر، تدخل كان مع محمد قاسم، تلعب من هناك لأموري فيصل. النقلات الحاضرة وسط الملعب، أيوب مودن، كرة قصيرة تصل محمد قاسم وجه لوجه مع كرار. محمد قاسم والموصل، هل يفعلها ويستفيد من أخطاء الدفاعية؟ تسديدة لكنها ترتد من الدفاع وتعود وسط الملعب. كان بإمكان التمرير لعلي شاخوان لكن محمد قاسم من هناك انطلاق ومرور، ولكن علي، وهذا هل وفاق الذي ينقذ الموقف ويبعد الكرة إلى خارج أرض الملعب. محمد قاسم صيف كان بإمكانه التمرير لعلي شاخوان، علي مع حسام إلى محمد قاسم، قطعت من أمامه، تعود إلى سجاد جاسم، دانيال جيبولا، القرمة والكرات العكسية، القرمة والكرات المرتدة، لكن بول باسين لم يصل إلى كرته من أمام روبرت باور. بول باسين عاد بكرته،
اموري فيصل القرمه داخل المنطقه، بولبوسن هل يعوض؟ هذا هدف اول قادم. سجاد جاسم ولكن تحضير ياتي من هنالك سامويل، ولكن سامويل ماذا اهدر القرمه هذه المره؟ سامويل امادي لن ينجح في دحها في الشباك بتمريره كانت ولا اروع من سجاد جاسم، لكن سامويل شوف العتب والحيره واضحه على محيل جماهير القرمه. بدأت من اموري وصلت الى بولباسين ثم من هناك سجاد، وقع المدافع وجاءت المساحه الكافيه لسامويل امادي، لكن امادي لن ينجح في دحها في الشباك. اهدر فرصه هدف حقيقيه للقرمه والفرصه الثانيه التي تكون محققه للتسجيل لكنها تهدر. هل يعاقبهم لاعبي الموصل؟ هل تأتي ردة الفعل للموصل أم أن القرمة وجدت المساحة وسلكت الطريق؟ ربما تأتي بكرة ثالثة تكون ثابتة. أموري فيصل صعبة وأطول من اللازم، مرت إلى خارج أرض الملعب. رمية جانبية، سيدريك نجا. أموري فيصل يطلب التركيز من لاعبين، نقلات حاضرة محمد مع سيمون أمين، وصلت إلى بولباسين، مروة تقدم، انطلاقة من السنغال، لكن بعد ذلك يأتي بقوة ميدراندا ليؤمن الموقف. الصراع الكولومبي السنغالي، وبعد ذلك نجح الكولومبي جوسي ميدراندا بتأمين الموقف ويتحصل من خلالها على ضربة مرمى. هذا هو بول باسين فاليري السنغالي، 25 مباراة في الموسم الماضي في الدوري المغربي مع نادي نهضة بركان المغربي. 25 مباراة، سجل 7 أهداف فقط وصنع 3 أهداف. ليأتي به نادي القرمة ليقود خط المقدمة. إبراهيم سعادة، تمريرة ولا أروع على سجاد، من هنالك المنطلق إبراهيم، ولكن كرة عادت مع سيدريك، أو هل وفاق هو من كان في الكرة الماضية. لم يكن إبراهيم سعادة. لتعود مع أبو حشيش. أموري فيصل القرمة في الشوط الثاني أفضل. أبو حشيش والانطلاقة، كرة عرضية على القائم الثاني. سجاد يحذر لكنها لم تصل. دانييل جيبولا من أمام كيلان إلى سجاد جاسم. ضغط يمارس لاعبي القرمة في هذه اللحظات. هل يأتي بالثغرة في دفاعات الموصل؟ أبو حشيش والكرات العرضية على القائم الأول مهدي هاشم، عادت لأموري، تحضير مع سجاد، يا سلام على الثنائي، لكن بعد ذلك تبعد من دفاعات الموصل. تحركت المدرجات فجاء العزم والإسناد، وبالتالي تحركت كل الأمواج البرتقالية للبرتقالي نادي القرمة الذي بدأ يأتي بكرة وكرتين والثالثة، لكن بول باسين وأبو حشيش يستمر بالكرات العرضية، لكن هذه المرة سيدريك نجا يؤمن الموقف ولا يريد أن يقع بالمحظور. أرسل كرة إلى خارج أرض الملعب. قبل ذلك كانت راية وحالة تسلل. محمد أبو حشيش يسبب الإزعاج والقلق لدفاعات الموصل، يستمر بالتقدم والكرات العرضية التي يأتي بها. هذه المرة كان متسلل، تسلل على محمد أبو حشيش، لكن متى يسجل بول باسين الذي أهدر الفرصة الحقيقية لنادي القرمة. بانتظار ردة الفعل لنادي الموصل. محمد قاسم نصيف، هل سيسجل أم سيغادر؟ ويأتي الهداف السوري علاء الدين الدالي. الماكينة التهديفية بدأ في دورنا مع نفط ميسان، وأيضا سبق وأن مثل القرمة. هل يأتي علاء الدين الدالي ويسجل في شباك فريق السابق؟ خيارات هيثم الشبول يجلس على مقاعد الاحتياط في هذه المباراة. خطأ من هنالك عند جوسي ميدراندا من أمام سجاد جاسم. سجاد جاسم عليك أن تهدأ، عند بطاقة في شوط المباراة الأول. هذا هو جوسي ميدراندا الكولومبي، بذكاء تحصل على خطأ من أمام سجاد جاسم. قلب الدفاع النابض لأبناء الموصل، وهذا سجاد. حديث مع سالم عامر حكم هذه المواجهة صاحب ال 42 سنة، بعيدة على جيلان لقمان. 10 دقائق أولى مرت من شوط المباراة الثاني، ولا زال التعادل السلبي هنا في ملعب الجولان.
بين القرمة والموصل. أموري فيصل، أموري مع أبو حشيش، محمد مع مواطنة، إبراهيم سعادة كرار من هنالك أرسلها أيوب مودن. أيوب مودن يبحث عن لاعبي خط الوسط. هل هو فائق؟ من هناك سامويل إلى سجاد. سامويل مرة ثانية، سامويل يبحث عن مساندة، يفضل إرسال كرة عرضية لكنها بعيدة كل البعد، ذهبت إلى خارج أرض الملعب. هل تأتي التغييرات وتأتي معها الأهداف؟ لحد الآن لن تأتي الأهداف، لكن حضرت الخطورة وحضرت الفرص، وأبرز غيابات هذه المباراة هو الهدف الذي طال انتظاره ل57 دقيقة. محمد أبو حشيش واحد من أفضل اللاعبين في هذه المباراة، يقدم مستوى مميز. كرار يوصل كرته إلى دانيال جيبولا، جيبولا إلى أيوب مودن، أيوب مع دانيال جيبولا، جيبولا لأموري فيصل، أمور يبحث عن بول باستين، أرسل كرة لسامر، سامر في وسط الملعب مع باور الألماني. روبرت الذي كان يطالب بخطأ، حكم المباراة لا يشير بأي شيء. أموري فيصل يتحصل على خطأ، والحديث مع سالم عامر، يريد أن تأتي البطاقة على اعتبار كان تدخل قوي. بانتظار ماذا يقرر سالم عامر، هو صاحب القرار الأول والأخير. هذا هو سالم عامر. البطاقة على من ستكون؟ بطاقة صفراء تمنح في الدقيقة 58 على سيدريك نجا الكاميروني صاحب القميص 24. سيدريك بعد تدخل على أموري فيصل، تغيير يحضر في هذه اللحظات. أندري سناطي يشترك، ياخذ مكان محمد قاسم أو علاء الدين الدالي مع أندري سناطي. تغييران دفعة واحدة يجريهما السيد هيثم الشبول المدرب الأردني. علاء الدين الدالي يشترك في هذه اللحظات مكان محمد قاسم، وأندري سناطي ياخذ مكان سامر محسن. تغييرات دفعة واحدة على مستوى الثلث الهجومي من أجل أن تحضر الأهداف. يا سيمون أمين، أبو حشيش، محمد يرسل كرته، تحضير مع بول باسين، يأتي بكرة عرضية لكنها سهلة عند حارس المرمى مهدي هاشم. تغييرات الأردني هيثم الشبول حاضرة، هل تأتي بالتغيير؟ هل تحضر الأهداف؟ هل يسجل علاء الدين في شباك فريق السابق؟ سبق والمثل القرمة. سجاد من هناك باتجاه سامويل أمادي مع دانيال جيبولا. القرمة تغيير اتجاه اللعب. أموري فيصل استقبال جيد بانتظار إبراهيم سعادة. أموري مرة ثانية يغير اتجاه اللعب، من هنالك عنده أيوب مودن مع جيبولا يفضل إرسال كرة طويلة لهلو فائق. هلو مع سجاد. القرمة يبحث عن ثغرة، القرمة وتناقل الكرات في خط الظهر من أجل سحب لاعبي فريق الموصل. محاول إبراهيم سعادة تغيير اتجاه اللعب من هنالك للمتقدم والقادم من الخلف. هلو فائق حضر كرة مع سامويل لكنها ذهبت إلى خارج الملعب. رمية جانبية. سامويل عمادي قريب من سجاد جاسم. سامويل إلى سجاد، يعود مع أيوب مودن لم يجد المساحة الكافية، فضل إرسال كرة طويلة لبول بوسن مع أموري فيصل. أموري 1 على 1. أموري مار دخل في المنطقة، يأتي بالتسديدة لكنها تبعد من الألماني روبرت باور. أموري فيصل مر وتقدم، أرسل كرة لكنها تبعد من الألماني. هذه هي جماهير القرمة التي حضرت وتركت كل المواعيد لتحضر للموعد الأهم، وهو مؤازرة البرتقالي نادي القرمة
بينما بانتظار هدف المباراة الأول ساعة كاملة من اللعب لن تحضر الأهداف لا الموصل ولا القرمة حتى مع إجراء التغييرات. بينما وقاع رمضان يستعد للاشتراك. وقاع القادم من القوة الجوية بطل النسخة الماضية سيأخذ مكان من؟ إبراهيم سعادة يغادر، ومروان حمدي المحترف المصري أيضا يشترك في هذه اللحظات. يغادر المهاجم السنغالي بول باسين ياخذ مكان المصري مروان حمدي. مروان حمدي ووقاع رمضان. التغييرات الحاضرة أيضا تغييران على دفعة واحدة ترسل بهذا الشكل إلى هنالك عند جيلان لقمان. وقاع مع مروان، تغييرات دفعة واحدة على مستوى خط المقدمة. هذه كرة من هناك ترسل ولكنها تبعد إلى خارج أرض الملعب. بول باسين مع إبراهيم سعادة هم من غادرا أرض الملعب. وقاع رمضان، والحديث دائما مع الجماهير يأتي الإسناد والدعم، بينما جوستن ميدراندا لا زال صامدا مع مهدي هاشم وسيدريك نجا أمام محاولات القرمة. هذا هو سامويل أمادي. أمادي والكرات الركنية ترسل بهذا الشكل على القائم الأول، أبعدت من مهدي هاشم بالراس من جيلان. دانيال جيبولا القرمة لكن سيدريك نجا يحاول أرسل كرة في وسط الملعب بانتظار علي شاخوان. شاخوان يبحث عن مساحة تعود في هذه الصورة لمهدي هاشم. مهدي هاشم الذي يؤمن الموقف. وسط الملعب يبحث من خلالها علي هاشم والبقية. بانتظار جيبولا لتصل إلى سجاد جاسم. سجاد بانتظار أموري أو هذا أبو حشيش يأتي بكرة عرضية داخل المنطقة. استقبال حاضر مراوغة لكن حمدي مروان لن ينجح بإيصال كرة لتعود إلى دانيال جيبولا. جيبولا من هناك في الجهة المقابلة. هل وفاق أرسل كرته بانتظار الكرات العرضية، فكر بالمراوغة. سامويل أمادي وصل كرة عرضية داخل منطقة رأسية ربما تحضر، لكن مهدي يحضر في المكان المناسب قبل أن تصل إلى محمد أبو حشيش. يصل إليها مهدي هاشم. القرمة في الشوط الثاني بدأ يضغط، محاولات مكثفة وكرات عرضية تهطل كالمطر، لكن ما ينقصه اللمسة الأخيرة من يضع العنف في السلة ليطعم جماهير القرمة الحاضرة. لحد الآن تركيز عالي من دفاعات الموصل تغلق كل المساحات أمام لاعبي الموصل، وأيضا تركيز عالي لحارس المرمى مهدي هاشم. أكثر من كرة عمل دور المنقذ وتصدى لكرة محققة من بول باسين الذي غادر المباراة دون أن يسجل. عود في الوسط، عادت مع سامويل أمادي. أمادي لأبو حشيش. القرمة يحاول على مستوى الأطراف، يعود مع سجاد جاسم. وصلت إلى أبو حشيش، طلب الكرة من أموري فيصل. أموري يأتي بكرة عرضية من هنالك على القائم الثاني، راسية حاضرة لم تصل إلى وقاع بل تعود من سيمون أمين. أموري مع سجاد. القرمة يضغط، القرمة يحاول تمريرة رائعة من هنالك، يبحث مروان حمدي المصري فعلها لكنها سهلة بأحضان مهدي هاشم. اصطدت المدافع وقللت من خطورتها وقوتها لتأتي سهلة بأحضان مهدي هاشم. هذه كرة، لكن قبل هذه كان التمويه بالبدن من سامويل أمادي وجعل المصري مروان حمدي يأخذ كامل وقته، لكن تسديدتها اصطدت بالمدافع ووصلت سهلة عند الحارس مهدي هاشم.
القرمة في الشوط الثاني أخطر. الموصل حتى مع إجراء التغييرات لن يحضر في الشوط الثاني بانتظار علاء الدين الدالي، بينما من هنالك يأتي الوفاق بكرة عرضية ترسل ولكنها تصل إلى خارج أرض الملعب. مروان حمدي في حديث مع وقاع رمضان يريد المتابعة. مثل هكذا كرات كانت تحتاج إلى لعب داخل منطقة الجزاء، وجماهير القرمة تعلم بأن الوقت يمضي سريعا، لذلك بدأت تأتي بالدعم والإسناد والمتابعة من أجل أن ترفع إيقاع المباراة ومن أجل أن يتقدم لاعبي الموصل. جيلان لقمان يتحصل على خطأ في مكان جيد. هل يستغلون الكرات الثابتة مع بطاقة صفراء على مدافع نادي القرمة؟ هل وفاق ينال البطاقة الصفراء في الدقيقة 67؟ هل وفاق دفع كان حاضر على جيلان لقمان، يتحصل على خطأ. هل يفعلها الموصل من الكرات الثابتة ويأتي بالخبر السار لجماهير الموصل سواء كانت حاضرة في المدرجات أو تتابع عبر شاشة التلفاز؟ علاء الدين الدالي الهداف السوري، الماكينة التهديفية، هل يسجل في شباك فريقه السابق أمام نظرات فهد طالب؟ علاء الدين ولكنها ذهبت إلى خارج أرض الملعب. قوية أرسلها علاء لتذهب إلى خارج أرض الملعب. تعود من كرار إلى سجاد جاسم في وسط الملعب، يعود مع القائد كرار عامر. كرار سبق مثل النجف والشرطة. جيبولا مع أيوب مع سامويل مع دانيال جيبولا. نقلات عند دفاع القرمة وتراجع لاعبي الموصل. لاحظ تمركز الجيد في وسط الملعب وخط الظهر من أجل عدم الوقوع بالمحظور. محمد أبو حشيش، عموري فيصل صعبة لكن لحق بكرته. يصل أبو حشيش في الجهة القريبة، إرسال كرة عرضية من هنالك لكنها ذهبت إلى خارج أرض الملعب، ما ينقص فريق القرمة اللمسة الأخيرة. تمرير في الوسط ثم الإرسال لخط المقدمة أو على الأطراف، لكن في النهاية لن تكون النهاية سعيدة، لن تكون النهاية ناجحة. يا سيدريك إنجا نال ما نال منه التعب، سبب له الكثير من الإزعاجات أموري فيصل ومحمد أبو حشيش، لكنه لا زال صامدا. سيدريك إنجا الكاميروني مدافع نادي الموصل. هذا هو مؤمن سليمان، حديث مع سجاد جاسم وجيبولا. حكم يمنح الفريقين دقيقة من أجل استعادة الأنفاس وتناول جرعة من الماء بسبب ارتفاع درجات الحرارة. خبرة كبيرة للمصري مؤمن سليمان، خصوصا في الدور العراقي، دور نجوم العراق. تاريخ كبير صنعه مع فريق الشرطة، وأيضا بتجربة مع فريق القوة الجوية، حصل معهم على الكأس. يريد أيضا أن يتوج بطلا في أحد البطولات مع فريق القرمة. هل هو قادر أم هل يحالفه الحظ؟ الأندية الكبيرة الحاضرة الموصل والقرمة وجها لوجه في المواجهة الثالثة على مستوى منافسات دوري نجوم العراق. الموصل يبحث عن انتصاره الأول أمام القرمة. علاء الدين وهذا الصغير الذي جاء ليتابع معشوقه نادي القرمة، ترك كل شيء وجاء من أجل البرتقالي. هل تأتي المكافأة من لاعبي القرمة ويحقق الانتصار من نادي الموصل؟ يريد العودة إلى الموصل والثلاث نقاط في جعبته. وقع رمضان الموسم الماضي مع القوى الجوية، بطل لدوري نجوم العراق، قبلها كان مع نادي ديالى
أيضا قدم موسم مميز. مهدي هاشم يستأنف اللعب، يرسل كرة طويلة، من هناك وصلت عندها الوفاق إلى كرار. سلامات لأيوب مودن، يسقط على أرض الملعب. من هناك سامويل غير اتجاه اللعب لأموري فيصل. أموري كل خطورة نادي القرمة في الجهة القريبة من الجهة اليسرى. أموري مع أبو حشيش، أموري مر، أموري تقدم، لكن سيدريك جاء. يا عيني على سيدريك، المدافع القوي والمنضبط حقيقة في أداء الواجبات الدفاعية الكاميروني سيدريك جاء. بينما كرة وانطلاقة سيمون أمين المحترف السوري غير اتجاه اللعب، من هنالك إلى جيلان لقمان، لكن هل الوفاق لحق بكرته واستعادها مع أيوب مودن. أيوب مودن الموصل مباراة القادمة سيواجه ديالا في أربيل، بينما القرمة سيواجه الشرطة في هذا الملعب، في ملعب الجولان. أموري فيصل، هل هناك لاعب ساقط على أرض الملعب؟ سلامات، لاعب ساقط على أرض الملعب يشكو من إصابة. سلامات لسامويل، تأتي الإسعافات من زميله، بينما مؤمن سليمان أجرى تغييران دفعة واحدة. هل هناك تغيير آخر قادم؟ هل يتغير الحال؟ وهنا في الجهة المقابلة هيثم الشبول المدرب الأردني صاحب الخبرة الكبيرة والتجارب العديدة، يريد أن يبدأ الموسم بداية موفقة، بداية ناجحة، لا يريد التعثر. سامويل أمادي يطمن جماهير القرمة على سلامته ويعود ليستكمل ما تبقى من المباراة. أيوب مع كرار عامر، كرار مع أيوب، نقله إلى هنالك في الجهة المقابلة. هل وفاق، هل أرسل كرة مروان حمدي المحترف المصري، مرور متقدم، هذه كرة لمروان، هدف أول قادم، لكن مروان وبالتالي تأتي التسديدة من سامويل لتذهب إلى خارج أرض الملعب، ضربة ركنية. مروان حمدي في الكرة الأولى كان مرور ممتاز، لكن في الثانية كانت حيرة ما بين المراوغة، ما بين التسديدة، ما بين التمرير، وبالتالي أكثر من قرار دار في ذهنه، ضاعت وأتت المراقبة الدفاعية. مروان حمدي الكرة الأولى كانت ولا أروع، بمرور ممتاز، لكن النهاية لن تكون جميلة، وبالتالي يتحصل على ضربة ركنية. مروان حمدي في الظهور الأول تظهر الخطورة، ولكنها لن تكتمل، وهذه الكرة الثابتة عند أموري فيصل. أموري الخصيص في الكرة الثابتة عند القرمة، ترسل بهذا الشكل لكنها تبعد من علي الشاخوان. إلى هنالك جيلان لقمان أرسل كرة عشوائية لكنها تبعد. هل تجاوزت الخط؟ هل وفاق حضر كرة مع مروان حمدي، مروان تعود إلى سيمون أمين الموصل، يريد استغلال تقدم لاعبي القرمة بكرة عكسية وانطلاقة تحضر، تمريرة متواجدة في وسط الملعب. الموصل يبحث عن ثغرة من أدري السناطي، إلى هناك غيرها باتجاه جيلان لقمان. سيمون أمين، سيمون لفودار، سيمون نقلات حاضرة بين أقدام لاعبي الموصل، دقت الطبول وصدحت الحناجر من أجل أن تحضر الأهداف. نلعب في الربع ساعة الأخير. يا من تتابع شاشة قنوات شبكة الإعلام العراقي، أندريا السناطي مر يبحث عن أول أهداف في الموصل، في محاولة من أمام بوحشيش، حضر مع علاء الدين الدالي وخطأ في مكان جيد قريب من منطقة الجزاء. ربما يأتي علاء الدين الدالي ويترجم مثل هكذا كرات إلى هدف. الماكينة التهديفية المحترف السوري فظهرت خطورة الموصل، وجيبولا بطل النسخة الماضية مع القوة الجوية يقع بالمحظور ويتسبب بخطأ. هذه كرة قريبة على منطقة الجزاء، هل تكون هي أقرب للهدف الأول؟ هل تأتي الأهداف في هكذا دقائق؟
لكن شوف استقبال ولا أروع وتحذير رائع. لكن قبل أن يأتي الدين الدالي بالتسديد جاءت العرقلة وصافرة سالم عامر تعلن عن خطأ لعلاء الدين الدالي. علاء الدين الدالي الماكينة التهديفية الذي دائما ما يسجل الأهداف مع الموصل، مع نفط ميسان، مع الكرمة، لعب للكثير من الأندية العراقية. وهذه الليلة في هذه الأمسية يريد أن يكون هو البطل، يريد أن يكون هو العريس. تغييرات حاضرة، ماكنزي مع أحمد صبري، تغييران دفعة واحدة، بينما كريستيان آليمان أيضا يستعد للموصل. أحمد صبري مع ماكنزي مع الكرمة يستعدان للاشتراك. تغييران دفعة واحدة لمؤمن سليمان، لا يريد أن تنتهي الأمور بهذه الصورة. فهد طالب القادم من الطلاب يحمي عرين الكرمة في هذه المباراة، ينظم حائط الصد البشري وبانتظار إشارة اللعب جماهير الموصل الحاضرة. حسام كاظم القائد هل يفعلها ويطلق سهما في شباك الكرمة ليعلن عن أفراح جماهير الموصل؟ الدالي مع القائد، الكل بانتظار لقطة حابسة للأنفاس. هل يفعل حسام كاظم أمام حائط صد فيه الكثير من لاعبي الكرمة من أجل منع محاولة الموصل من الوصول إلى شباك فهد طالب؟ علاء الدين مع علي شاخوان، الدالي يبدو لي هو الخصيص في الكرات الثابتة. علاء الدين بانتظار إشارة اللعب، هل نشاهد الأهداف؟ ولكن كرة الدالي اصطدت بحائط الصد ووصلت عند فهد طالب، لا تغير شيء من نتيجة المباراة، تبقى الأمور كما هي بالتعادل السلبي. كرة عكسية، هل يفعل سامويل أمام أكثر من لاعب؟ يريد استغلال تقدم لاعبي الموصل. سامويل تأخر وبالتالي قطعت وعادت عند لاعبي الموصل. حسام كاظم، الكرات العكسية ارتفعت الأصوات هناك في المدرجات. هل تأتي الكرة التي تزيد من حماس الفريقين وترفع إيقاع المباراة؟ لكن هذه لن تحدث حتى الآن، فالتعادل السلبي يسيطر على أرضية ملعب الجولان. سامويل الذي كان يطالب بخطأ من لكن سالم عامر لا يشير بأي شيء. سامويل أمادي، حسام كاظم أرسل كرة لكن حكم رد. يبدو هناك تغيير قبل أن تنفذ الرمية الجانبية. حكم المباراة أشار على اعتبار هناك تغيير، لكن جيلان لقمان أراد الانطلاق والوصول. إذا أحمد صبري يشترك في هذه اللحظات مكان سامويل أمادي، وماكنزي مكان من سيشترك. تغييران دفعة واحدة للكرمة. بالقميص 41 محمد معن يشترك في هذه اللحظات. جيلان لقمان يبدو لي هو من ترك أرض الملعب. جيلان يغادر، وجوسي ميدراندا ترك أرض الملعب. ميدراندا ترك أرض الملعب وأخذ مكانه كريستيان آليمان. هذه محاولة مرور، مطالبة لاعبي الموصل بركلة جزاء وسالم عامر لا يشير بأي شيء. كرة عكسية لأحمد ماكنزي، أول كراته. هل سيعود للفار؟ هل سيأتي النداء من هنالك من حكم الفار؟ هو سجاد خالد. هذه كرة عكسية لكن تعود إلى أبو حشيش. عيد يا مخرج، خلينا نشوف هل كان هناك خطأ، هل وقع دفاع الكرمة بالمحظور أم أن الأمور طبيعية وقرار سليم؟ بانتظار الإعادة والاتصال في غرفة الفار. هذا هو هل وفاق أراد تأمين الموقف، وبانتظار أن يأتي القرار. سالم عامر يرى بأن الأمور طبيعية ويقول لا وجود لأي مخالفة. تستمر الكرة عند أحمد ماكنزي.
ماكنزي يتحصل على خطأ، لا حكم مباراة أمر باستمرار اللعب. أكرم حضر كرة مع علاء الدين، عادت في وسط الملعب. سيمون مع سيدريك نجاه، سيدريك إلى خارج هذا الملعب. علاء الدين لا زال يطالب بالعودة إلى الفار، يطالب بالعودة إلى الفار. هذه الكرة من كريستيان أرسلها بهذا الشكل، أراد تأمين الموقف هالوفاق وفاء الطالب. الكرة الأولى بعد كرة، لكن هالوفاق شاهد التدخل مع علاء الدين الدالي. هل فيها ركلة جزاء؟ بطاقة حمراء على من؟ بطاقة حمراء على المدرب، على أحد مساعديه هيثم الشبول. بينما بانتظار القرار وبانتظار حكم الفار سجاد خالد ماذا سيقول، وسالم عامر. هنا جماهير الموصل تطالب العودة وتتمنى أن تكون هناك ركلة جزاء، لكن بالعكس في الصورة المقابلة جماهير القرمة تتمنى الأمور أن تسير بسلام. وهنا يذهب إلى الفار سالم عامر، يذهب من أجل مشاهدة الحالة، بينما وقاع رمضان. هيثم الشبول، هيثم والحديث مع علاء الدين الدالي. هل بانت ملامح الهدف الأول في هذه المباراة أم لا زال للفار كلام ولسالم عامر حكم هذه المواجهة؟ علاء الدين الدالي حضر فحضرت الخطورة. هذا هو الخروج من فهد طالب وتصدي الكرة، لكن هل له فائق؟ لاحظ القدم اليسرى والاحتكاك، مع ذلك السقوط على قدم علاء الدين الدالي. لكن يبقى القرار الأول والأخير لصاحب القرار في هذه المباراة، حكم هذه المواجهة الدولي سالم عامر. يبدو لاتخذ القرار، وبانتظار أي قرار اتخذ، ركلة جزاء أم لا. هل تأتي الأفراح الموصلية؟ وهنا الحديث من سالم عامر. سالم عامر يأتي بإشارة ركلة جزاء للموصل لعلاء الدين الدالي الذي يطالب بمنح البطاقة. جنون جماهير الموصل في مدرجات ملعب الجولان، الفرحة بالحصول على ركلة جزاء وقع بالمحظور هالوفاق في وقت قاتل في الدقيقة 84. فهد طالب بمواجهة من سينفذ؟ فهد طالب بمواجهة من سينفذ هذه الكرة؟ هل له فائق؟ وقع بالمحظور وركلة جزاء لعلاء الدين الدالي للماكينة التهديفية. هذا هو علاء الدين الدالي، هو من يستعد للتنفيذ. هل يأتي بأول الأهداف للموصل أمام فهد طالب الذي يحمي عرين القرمة؟ هدف في وقت قاتل يساوي 3 نقاط، يساوي بداية مميزة. هل سينفذ علاء الدين الدالي أم سيتركها لكريستيان أليمان الإكوادوري كريستيان بمواجهة فهد طالب؟ كريستيان وفهد وجها لوجه للمرة الأولى، وهناك جماهير القرمة كلها خلف فهد، بينما كريستيان خلف جماهير الموصل. كريستيان يتقدم، جول أول للموصل. وإن سألوني أين يسكن المجد أقول في الموصل حيث التاريخ لا يموت. هدف أول يأتي بأقدام كريستيان البديل، ليأتي بفرحة لجماهير الموصل، أي فرحة في أي وقت قاتل في المباراة الأولى في الدوري، في موسم جديد، بمحترف جديد، بكرة جديدة، بهدف جديد. هذا الهدف وهذه الكرة التي وضعها بقوة على يسار فهد طالب، ذهب باتجاهها، لكن كرة الإكوادوري صعبة، لكن كرة الموصلاوي صعبة. تعلن عن أول أهداف اللقاء، هدف أول في المباراة يرفع من إيقاع المباراة ويزيد الحماس ويثبت للجميع بأن متعة كرة القدم بحضور الأهداف. حضر هدف في وقت متأخر. هذه هي الدقائق الأخيرة
هذه هي الدقائق الأخيرة مصدر المعجزات ومصدر المفاجآت. أي مفاجأة ستحدث في الدقائق القادمة. هدف أول مؤمن سليمان غير راضي، وهدف أول لنادي الموصل بأقدام كريستيان الإكوادوري. فعلها هيثم الشبول بتغييراته، فعلها الأردني، وبانتظار ردة الفعل القرمة صاحب الهدف والجمهور لن يهدأ، لن يستسلم. ماكنزي وكرة عرضية قوية لكنها تبعد. بعد ذلك مهدي هاشم ويأتي بالتسديد سجاد جاسم، ولكنها ذهبت إلى خارج الملعب. سيدريك نجاه المنقذ. تراجع واضح للموصل مع حصار من لاعبي القرمة في هذه اللحظات. سيدريك نجاه ينقذ الموقف ويبعد كرته إلى خارج هذا الملعب. أي 5 دقائق أخيرة ستكون، أي 5 دقائق أخيرة ستكون. مؤمل عبد الرضا يشترك في هذه اللحظات، مؤمل عبد الرضا يشترك في هذه اللحظات. ماكنزي كرة عرضية على القائم الأول تبعد، عادت للاعبي القرمة. سجاد جاسم، سجاد بكرة ترسل بهذا الشكل إلى هناك. ماكنزي مراوغة حاضرة، ماكنزي بكرة عرضية داخل منطقة رأسية حاضرة. كريستيان صاحب الهدف الذي حدث قبل قليل حاضر. كريستيان مع علاء الدين الدالي هم من فعلوا فعلتهم وجاءوا بهدف التقدم للموصل. مؤمل عبد الرضا أخذ مكان من؟ مؤمل اللي اشترك في الدقائق الماضية، اشترك لاعب مهاجم من أجل أن يأتي بالتعادل. مؤمن سليمان لا يريد أن يخسر المباراة الأولى ويبدأ الموسم بهزيمة. فعلوها أبناء الموصل. وصلنا للدقائق الأخيرة حيث تولد المفاجآت، وأي مفاجأة ستحدث. مر وتقدم لكن الكرة وصلت إلى سيدريك نجاه مدافع الصلب في مباراة اليوم، اللي قدم مباراة ممتازة وقدم كل الواجبات الدفاعية. ماكنزي الذي اشترك قبل قليل مكان محمد بوحشيش. أموري فيصل مع سجاد لتصل مؤمل عبد الرضا. مروة تقدم، يتحصل على خطأ. القرمة بدأ يسرع من عملية نقل الكرات، يعلم تماما بأن الوقت يمضي سريعا، لا يريد إهدار المزيد من الوقت. مؤمل عبد الرضا يطلب من لاعبي التقدم، كرار وصل بالكرة إلى ماكنزي. ماكنزي مر، ماكنزي تقدم يبحث عن مساحة، يأتي بكرة عرضية على القائم الثاني تبعت من شاخوان لتعود إلى أموري فيصل، ولكنها صدت، تحولت إلى وقاع. رمضان لم يأتي بالاستقبال الناجح، بل وصلت إلى ضربة ركنية. ضربة ركنية، ضغط رهيب يمارسه لاعبي القرمة على لاعبي الموصل، ولكن الصمود لا زال حاضر في دفاعات الموصل. تريد الوصول إلى عدة صافرة سالم عامر. ماكنزي وكراته العرضية على القائم الثاني راسية حاضرة، لكنها تعود لعلي شاخوان. شاخوان يتحصل على خطأ، شاخوان لا فقد كرته، عادت إلى سجاد جاسم. سجاد مع ماكنزي، ماكنزي والكرة العرضية داخل منطقة راسية، لكنها وصلت من مروان حمدي من المصري إلى خارج هذا الملعب. هل اصطدت بالمدافع؟ أي دقائق أخيرة مجنونة نشاهدها، أي لحظات حابسة للأنفاس، أي مباراة مجنونة في الدقائق الأخيرة. هدف للموصل لا شيء للقرمة صاحب الأرض والجمهور، مع ضغط كبير يمارسه لاعبي نادي القرمة في الدقائق الأخيرة. دحام إبراهيم يشترك دحام في هذه اللحظات وراسية، لكنها مرت، لم تستغل الكرات الثابتة. علي شاخوان يغادر، يشترك دحام إبراهيم. فعلها الأردني هيثم الشبول ونجح بخطف الهدف البديل علاء الدين الدالي. هذا هو أيوب مؤذن. وهنا حسام كاظم، بطاقة على حسام قائد نادي الموصل. وصلت إلى أموري، تحضير في الوسط. مؤمل عبد الرضا، تمريرة خاطئة لتعود مع ماكنزي. أحمد حسن ماكنزي إلى سجاد جاسم. 7 دقائق وقت مضاف بدل من ضاع. هل تكون كافية بعودة القرمة من الموصل
يريد نهاية الأمور بهذه الصورة عرضية. مروان حمدي استقبال، هل تأتي التسديدة؟ مؤمل عبد الرضا راوغ لن ينجح بالكرة الأولى، وصلت إلى سجاد، حول كرة لمكنزي، مكنزي والكرة العرضية لن يأتي، راوغ ثم السد. يا لها من تسديدة اختصر بها المسافة بين الحلم والحقيقة، وارسل الحلم والحقيقة معا لجماهير القرمة. هدف التعادل. تحدثت قبل قليل وقلت وصلنا الدقائق الأخيرة حيث تولد المفاجآت. هذه هي مفاجآت الدقائق الأخيرة في دورينا. تقدم الموصل لكن سرعان ما عاد القرمة. ماكنزي والتسديدة، جاء الحل من المدافع الذي يفعل ما لم يفعله المهاجمون، وبالتالي وقع مدافع الموصل بالمحظور. روبرتو باور الألماني يضحى في شباك حارس المرمى مهدي هاشم ويغالط زميله. اسمع عزيزي مشاهد شبكة قنوات الإعلام العراقي، اسمع صوت الجماهير الذي بدأ يعمل غليان. هدف لا يحرك المدرجات فقط، هدف حرك مدينة بأكملها. وصلت وعادت لوسط الملعب لتعود من هنالك. الموصل يبحث عن ردة فعل سريعة، هل يفعلها دحام والبقية؟ هل يفعلها دحام إبراهيم؟ لكنها ذهبت إلى خارج أرض الملعب. سالم عامر، أي دقائق مجنونة، أي لحظات تحدث في الدقائق الأخيرة في هذه المواجهة. هذا هو روبرت باور الذي وضع الكرة في شباك زميله مهدي هاشم، لكن شوف المهارة والتسديد من ماكنزي. كرة من هناك ترسل، فهد طالب، هدف يرفع إيقاع المباراة ويزيد الحماس ويثبت بأن الأهداف هي مصدر المتعة والإثارة في كرة القدم. وقار فان والحديث مع المساعد. خلنا في الدقيقة الثالثة، 4 دقائق متبقية، هذه لقطة هدف التعادل. شوف ماكنزي والمهارة، تسديدة، ولكن روبرت باور يغالط حارس المرمى مهدي هاشم ويضعها في شباكه. هدف بالنيران الصديقة. كرة جاءت في المكان الذي لا يحب أن تأتي به الكرة. يا روبرت، كرة عكسية. ماكنزي، أصبحت كرة بكرة. مباراة في الشوط الثاني وبالتحديد في ال10 دقائق الأخيرة أصبحت سريعة، أصبحت مثيرة، فيها الكثير من التفاصيل، فيها الكثير من الفرص، فيها الكثير من الأحداث، فيها هدفين وبانتظار هل هناك هدف قادم. مؤمل عبد الرضا وكرة عرضية داخل المنطقة تبعد بدفاعات الموصل لتصل مرة ثانية مع علاء الدين الدالي. علاء الدين الدالي السوري يبحث من هناك عن الإكوادوري، أرسل كرة إلى كريستيان يعيد بكرة للقائد حسام حضر كرة مع أكرم في وسط الملعب. جماهير القرمة عملت أجواء بعد الهدف، تشد من عزم لاعبي القرمة. هذا سيمون أمين وهذا مؤمل عبد الرضا، سبق وأن لعب للزوراء ولعب للطلبة. مؤمل عبد الرضا اللي اشترك في الدقائق الماضية. ماكنزي، ما الذي فعل مؤمن سليمان في اللحظات الأخيرة؟ وربما يأتي مروان، لكن المصري مروان حمدي لن يستغل الكرات، وهذه كرة من أموري فيصل، حذاري تعطوا المساحة، يأتي بتسديد القوي أموري، لكن تعود إلى كريستيان. كرة عكسية والكرات المرتدة عند لاعبي الموصل تنقل في الجهة القريبة حيث يتواجد أندري الصناطي. 1 على 1 مر تمريرة لم تحضر، وبعد ذلك عادت من قائد القرمة كرار عامر. المدافع اللي يتقدم في هذه اللحظات مؤمل عبد الرضا. حضرت المساحات والثغرات في الدفاعات في الدقائق الأخيرة، ضغط رهيب مارس لاعبي القرمة في الدقائق الأخيرة. من هناك تسديدة تأتي أموري، لا 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 لا، لن تأتي المتابعة. كرة كانت تحتاج إلى لمسة كي تكون كافية لفرحة مدينة بأكملها، لكنها مرت من أمام مهدي هاشم. أموري فيصل أرسل كرة أرضية زاحفة. يا مؤمل عبد الرضا لم تلبس معه بالكعب، لكنها مرت بسلام على شباك الموصل، يا أموري، مرت إلى خارج أرض الملعب. وصلنا في الدقيقة 96 في الدقيقة السادسة من وقت بدل من ضاع. مباراة ممتعة حقيقة
وصلت إلى سجاد، من هناك مؤمن عبد الرضا، تعود عند القائد حسام. الموصل لن يهدأ، يريد أن يخطف الثلاث نقاط. كريستيان، هل يزور شباك فهد مرة ثانية؟ كريستيان مر، تقدم من هنالك، يأتي بتسديده، حضر من هناك مع السلاطي، لم تصل لعلاء الدين الدالي. عادت لكريستيان من هنالك حيث العرضيات التي ترسل وبدأت تعطل كالمطر، لكنها تعود عند أحمد صبري. أحمد صبري لف ودار، عاد مع كرار، أو هذا ماكنزي، وصل إلى كرار. الكرمة والدقائق أو اللحظات الأخيرة، دقيقة أو أقل من هناك تنقل. نعم دقيقة تفصلنا عن النهاية، لكن أموري فيصل، هل هناك كلام؟ هل هناك كلام؟ هل هناك مفاجأة؟ هل هناك شيء منتظر لم يتوقعه الجميع؟ ما شاهد في شوط المباراة الأول لن يتوقع ما شاهدناه في الشوط الثاني. مباراة سريعة مثيرة، الدالي علاء الدين مر وتقدم، لكن أكثر من لاعب. الكثرة غلبت الشجاعة، وبالتالي عادت إلى ماكنزي، عادت إلى ماكنزي، ومع ماكنزي ترتفع الأصوات من المدرجات. مروان حمدي، لكنها تبعد من دفاعات الموصل. مؤمن عبد الرضا يزيد في الخط الهجومي، الكرات التي لم تصل إلى وقع رمضان، بل تعود إلى هالوفاق من تسبب بركلة الجزاء. أي دقائق أخيرة مجنونة، أي دقائق شاهدنا فيها ما لم نشاهده في 80 دقيقة. سجاد جاسم، القرمة بأقدام ماكنزي، مروة تقدم، هل يأتي هدف بنفس الطريقة؟ عرضية ترسل بهذا الشكل، لكنها تبعد من دفاعات الموصل. كريستيان، إذا هكذا مشاهدينا متابعي شاشة قنوات شبكة الإعلام العراقي في كل مكان، قبل تحياتي في الختام أنا محدثكم على زيري. أتت صافرة الحكم سالم عامر تعلن عن نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي. المباراة المثيرة التي شاهدنا فيها ربع ساعة أخير كان مجنون، حضرت فيه الأهداف والمتعة والفرص، لكنه انتهى بالتعادل الإيجابي، هدف لهدف. حبايب الموصل والقرمة، تقبلوا تحياتي في الختام أنا محدثكم على زيري. دمتم